صلاة ليلة 14 من شهر رجب الخير، وهي الليلة الثانية من ليالي البيض من شهر رجب. ليلة عظيمة جدا عند الله عز وجل، وهي هذه الليلة إن شاء الله ليلة الأربعاء. يعني بعد ما يخلص نهار الثلاثاء اليوم تأتي ليلة الأربعاء. ثواب هذه الصلاة عند الله عز وجل لا يصفه الواصفون. لذلك يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: من صلى صلاة ليلة 14 من شهر رجب والذي نفسي بيده. النبي يقسم بنفسه عن عظمة هذه الصلاة، يقول: لو كانت ذنوبه أكثر من نجوم السماء لم يخرج من صلاته إلا وهو طاهر ومطهر، وكأنما قرأ كل كتاب أنزله الله تعالى. والضامن منه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: من صلى صلاة ليلة 14 من شهر رجب. فانط من وقتك الثمين نصف ساعة لله عز وجل لكي تكون لك رصيدا يوم القيامة. كيفية هذه الصلاة: الصلاة 30 ركعة، يعني مثل صلاة الصبح 15 مرة، كأنما صلي صلاة الصبح 15 مرة. تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة واحدة، وسورة التوحيد قل هو الله أحد مرة واحدة، وآخر آية من سورة الكهف، الآية 110 من سورة الكهف. تفتح سورة الكهف تلقى آخر آية: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ومن لم يحفظ هذه الآية بالإمكان أن تقرأها عن طريق الموبايل أو عن طريق المصحف الشريف وأنت بالصلاة، ماكو إشكال، وهي آية ما يقارب سطر ونص. والصلاة تصلى ركعتين ركعتين، يعني مثل صلاة الصبح ايش قد 15 مرة. كل ركعتين فيها نية، تقول: أصلي صلاة ليلة 14 من شهر رجب قربة إلى الله، تكبر، تقرأ، تشهد وتسلم. وكذلك في ركعة الثالثة والرابعة وإلى آخره. كل ركعتين فيها نية: أصلي صلاة ليلة 14 من شهر رجب قربة إلى الله، تكبر، تقرأ، تشهد وتسلم. وقت هذه الصلاة من بعد صلاة العشاء وينتهي ما قبل الفجر. وبإمكانك أيضا أن تصلي هذه الصلاة وأنت جالس اختيارا، حتى لو مريض ماكو إشكال. فلا تقصروا من صلاة ليلة 14 من شهر رجب. جزاكم الله خير جزاء المحسنين. فشارك هذا المنشور مع أخوانك وأصدقائك لتعم الفائدة للجميع، ولكم منا خالص الشكر والتقدير. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.